سلام الزينات، واش راكم؟ جاسبركم راكم بيان، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. نقول لكم صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير. اليوم البنات طليت عليكم التحليه تاع الفريز، سهله وسريعه، توجد ما با في 10 دقائق. نروحوا للوصفه. هنايا كنجيبوا كاسرونه نحطوا فيها 200 غرام تاع فريز، نزيدوا لها 3 مغارف سكر وعصير تاع حبه قارص وزاز تاع حبه قارص، نحطوها فوق النار على نار تكون يعني قليله، نحركوها حتى يعقد لنا الخليط وتذوب لنا هذيك الفريز. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما عقد لي الخليط وذابت لي الفريز، نروحوا نحيوها على جهه ونخلوها يعني تبرد تماما. نروحوا للخليط الثاني واش نحتاجو فيه. انايا درت في كاسرونه، حطيت في نص لتر نتاع حليب، وحطيت فيها باكين تاع فلون، وحطيت ايضا مغرفه بومبي نتاع مايزينا، وخمس مغارف سكر وعطر الفراوله. يعني عطر الفراوله كان عندك اختي حطي، ما كانش عندك ما تحطيش. نحطهم فوق النار على نار قليله ونخليوه حتى يعقد لنا الخليط تاعنا. هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما يعقد لي الخليط تاعي نحيته على جهه. نروح نجيب ريسيبسيون تاع الزاج ولا بول تاع الزاج كما راكم تشوفوا، نحط هذاك الخليط تاعي فيه، وندير له بابي اليمونتير نحطه اون كونتاكت معاه باش هكذاك ما يدخليش الهواء في هذاك الخليط ويغسل لي الخليط تاعي. نحطه على جهه، بعد ما نغطيه نحطه على جهه يبرد، ومن بعدها كي يبرد على برا ندخلوه في الفريجيدير يبرد يعني تماما، لان غادي نديرو فيه الشونتيي. هنايا نجيبو اشوار تاعنا نحطو فيه اي نوع بسكوي نرحيوه. هنايا بعد ما برد لي الخليط تاعي، شوفوا راه نجيب نص كاس نتاع شونتيي. انا هاد الباكيه تقريبا فيها نص كاس. نحط هذيك الشونتيي مع هذاك الخليط ونطلعوهم بالباتيغ، يعني ندخلوا هذيك الشونتيي مع هذاك الخليط يعني في رحبه كما راكم تشوفوا. نحركوا كلش ضربه واحده. هنايا بعد ما طلعتهم في رحبه، وهذاك البسكوي راني درت له يعني الزبده، ذوبت له شويه زبده وحطيته كما راكم تشوفوا. هنايا نجيبوا لي فيغين تاعنا، اي لي فيغين يكونوا عندك جيبيهم. نعمروهم اولا بالبسكوي، انا جبت هادو وجبت ايضا تاع الدائره هادو اللي مدورين. اول حاجه نروح نحطو فيهم كما قلت لكم البسكوي تاعي بعد ما كنت درت له الزبده، نحط فيهم كامل يعني نعمرهم كاع، ندير لهم تقريبا مغرفه تكون كبيره، ونحط لهم هنايا الفريز. يعني هنايا الفريز قطعتها شرائح كما راكم تشوفوا، وبديت نستف فيها يعني على الجوانب هكذا باش تعطينا منظر يكون شباب كما راكم تشوفوا. عمرتهم كاع، درت لهم الفريز. وهنايا نروح ندير لهم هذاك السيرو اللي كنت وجدته تاع الفريز. شوفوا لي هنا تاني نحط لهم تقريبا مغرفه هكا، نعمرهم ونستفهم هكذا باش يعطوني منظر يكون شباب. شوفوا هنايا حطيت هذاك الخليط نتاعي وبديت نستف فيه هذا باش يخرجوا لي يعني الطبقات يكونوا شابين. نجيب الخليط الثاني ونبدا نعمر فيه، يعني هنايا نبداو نعمروا في لي فيغين تاعنا حتى للفوق، يعني نعمرهم كامل. هنايا بعد ما عمرتهم وسقمتهم نروح نجيب ايضا الخليط الاول ونبدا نعمر فيهم، يعني هذه هي الطبقه التاليه. هنايا تقدروا تستغنوا على الخليط هذا الاول اللي درناه من الاول، تقدروا تستغنوا عليه وديروا يعني غير الخليط الثاني وتزوقوها بمش ما حبيتوا نتوما، تسقموا لها غير السطحه تاعها وتزينوها كش ما حبيتوا. هنايا راني حطيت لهم ايضا مغرفه لان اللي فيغين تاوعي شويه صغار هكا، نسقموهم مليح. وهنايا التزيين حبوباتي يكون اختياري، انا يبقات لي شويه نتاع الفريز زينتهم من الفوق بشويه تاع فريز. نتوما قادرين ديروا شويه تاع فريز وديروا شويه تاع بيستاش، تقدروا ديروا شويه تاع نواه كوكو، تقدروا اللي حبيتوا ديروها ديروها. يعني كما قلت لكم التزيين دائما يكون اختياري.
انا هنايا زينتها بشرائح تاع الفراز اللي بقات لي. درك نروح نديرها في الفريجيدير تبرد ونلتقي في طبق التقديم. هذا هو طبق التقديم تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نخليكم في فيديو جديد ان شاء الله.